منتخبنا مية مية رغم ان دفعنا واكل من فراخ الجمعية. تريزيجيه بيخلص والشناوي بينقذ وبنفوز على سيراليون بهدفين دون مقابل عشان نتصدر مجموعتنا، والجبلاية بتصدم النادي الاهلي، وفيوتشر بيغالي على الاهلاوية، وظهور مرتضى منصور بيشعل نار الفتنة من جديد داخل أروقة النادي الملكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد الخلق أجمعين، رسولنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستني يا ابو الصحابه عشان تدعم اخوك باللايك الجميل. يلا واحده زربو والنو على اللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، منتخب مصر كان عنده موقعة مهمة النهاردة وقدر انه يحسمها بالفوز على سيراليون بهدفين تقلهم يساوي ملايين. ما هو النهاردة بنتصدر مجموعتنا ب6 نقاط كاملين، لكن عندنا بعض الأخطاء الدفاعية الكارثية اللي كانت ممكن تتسبب في أزمة داخل المنتخب المصري. علي جبر لا يليق أن يكون المدافع الأساسي للمنتخب الوطني، كوارث في دفاعنا. ورغم تألق محمد الشناوي اللي فعلا في حتة تانية كان زماننا مغلوبين لا قدر الله. الشناوي بينقذ المنتخب المصري من 4 أهداف محققة مؤكدة. الشناوي النهاردة رد فعل عالمي بيعلن فعلا انه حارس جبار وحارس كبير يليق باسم المنتخب المصري. وتريزيجيه اللي بيخلص وبيحرز هدفين عشان يجيب لنا 3 نقاط مهمين. ومحمد صلاح دائم الابداع، لمساته كلها فنية بيوصلك للجون باقل الامكانيات. برافو محمد صلاح وشابوه تريزيجيه، ومليون شكر وتحية للشناوي العالمي. وبنقول لعلي جبر راجع نفسك بقى شوية يا علي، انت لعيب دولي من سنين، ما ينفعش الاخطاء الساذجه دي وما ينفعش دفاعنا يكون بالشكل ده. وهنا بنقول لمنتخبنا مليون تحية، لكن عندنا أزمة جديدة، أزمة ما بين اتحاد الكورة والنادي الأهلي. ما أصل الجبلاية النهاردة بيظلم النادي الأهلي، وصدمة جديدة من نوعها. النادي الأهلي طلب تقرير عن موقف إمام عاشور وحسين الشحات، وإيه اللي حصل منهم بالظبط، وإن فيتوريا عايزهم بعد كده ولا لأ، ولا دي مقاطعة نهائية ما بين اللاعبين. وانتوا شايفين ان الاهلي حاسبهم ازاي عشان يرد فيتوريا وحازم امام على النادي الاهلي. مش من حقكم ان انتوا تطلبوا تقرير، واحنا كمنتخب مصر مش مطالبين ان احنا نديكم تقرير. احنا اخرنا نديكم تقرير طبي عن موقف اللاعبين وعن سلامتهم، انما احنا عاقبنا لاعبتنا، قومناهم، اخطأوا عندنا. هم في التوقيت ده لاعبين ضمن تشكيل المنتخب المصري وليس ضمن كيان النادي الاهلي. احنا ما طلبناش منكم ان انتوا تعاقبوا اللاعبين، احنا بنقومهم بس مش اكتر. واللاعبين دول ممكن نضمهم في اي وقت طالما انهم جاهزين بدنيا وفنيا، ممكن نضمهم عادي لاقرب معسكر للمنتخب. يعني ايه؟ يعني احنا مش هنديكوا تقرير. وده كان رد حازم امام وفيتوريا على خالد بيبو، يعني ازمه جديده. طب الاهلي يعاقبهم؟ الاهلي ما يعاقبهمش، ده شأن داخلي داخل النادي الاهلي. انما فيتوريا وجهه نظره، انا قومت لاعبتي اللي هم كان عندهم حاله من التسيب وبعدتهم عن المباراه بتاعه سيراليون، او استبعدتهم زي ما تحب تقولها. انما كون ان انا ابقى مشارك مع النادي الاهلي في عقابهم ده لا يصح ولا يليق بالمدير الفني للمنتخب او حتى بحازم امام المشرف العام على المنتخب المصري. يعني ايه؟ يعني مفيش تقرير هيتبعت من المنتخب للنادي الاهلي. طب ايه حكاية فيوتشر بقى والمغالاة على النادي الاهلي؟ هقول لك يا سيدي، صفقة
عمر كمال عبد الواحد اللي كانت خلاص شبه انتهت بالنسبة للنادي الاهلي، وقلنا قبل كده ان الاختلاف الوحيد على المقابل المادي. فعلا فيوتشر بيبعت رسميا للنادي الاهلي طلباته المادية، عايز 10 مليون جنيه واتنين لعيبة اعارة لمدة سنة ونص. يعني ايه؟ يعني النادي الاهلي هيشتري عقد عمر كمال عبد الواحد اللي فاضل فيه 6 شهور فقط ب10 مليون واتنين لعيبه اعاره لمده موسم ونص. وهنا النادي الاهلي بيرفض وبشده وبيرد على فيوتشر 10 مليون ايه اللي في 6 شهور واتنين لعيبه ايه؟ يعني انا اديك يعني مثلا كريم ندفد او حتى صلاح محسن اللي تمنهم في السنة ونص ده كل واحد مش اقل من 10 مليون جنيه. يعني انت عايز توقف 6 شهور في عقد لعيب عندك ب 30 مليون جنيه؟ ده مستحيل يحصل. لازم يكون في يعني مرونة شوية في التعامل. هل الصفقة هتتم؟ الصفقة مش هتتم. هو ده اللي هنشوفه في الأيام القليلة القادمة ما بين النادي الأهلي وفيوتشر. وأنا كزملكاوي بتمنى إن الثقة تفوز، مع العلم إن نادي الزمالك ما دخلش في الصفقة لأن عندنا وقف قيد وعندنا أزمة مالية وعندنا ظروف منيلة ب60 نيلة، لدرجة إن الأستاذ حسين لبيب والكابتن أحمد سليمان طالبين قرض بقيمة 100 مليون جنيه، وبيطلبوا من معالي الوزير إنه يوافق لهم على القرض ده عشان يقدروا يقبضوا الموظفين. الله 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 الله، هو فيها سحس؟ أستاذ حسين سونا حبيبي، انت كنت بتقول لنا ان سيادتك دارس مشاكل نادي الزمالك وانكم في اجتماعات مستديمة ما بينك وما بين كل اعضاء المجلس اللي نزلتوا بقائمة موحدة عشان يكون في تناغم في الاداء. هو انتوا سيادتكم ما كنتوش عارفين ان الزمالك مديون لطوب الارض؟ هو سيادتكم داخلين تهرجم؟ هو انتوا مش قلتوا ان انتوا عارفين بكل ازمات نادي الزمالك ومن لحظة توليكم المنصب هتحلوا كل المشاكل دي؟ هو كله بيجي يوعدنا بس ليه؟ ما حدش بيحقق وعوده ليه؟ امتى بقى هيبقى في ناس صادقة في كلامها ولو مرة واحدة مع جمهور الزمالك الذي لم يجد من يحنو عليه؟ هو في ايه؟ ما علينا، ده انت جبت له زغطة يا راجل، ده انت جبت له زغطة ومش هشيلها من المونتاج. ليه بقى؟ اصل انا كزملكاوي جات له زغطة بصراحة من طلباتكم. اي والله، واللي يجيب له زغطة اكتر ظهور مرتضى منصور من جديد. معالي المستشار مرتضى منصور ظهر على الساحة من جديد، بس المرة دي في احدى المحاكم القضائية الادارية. ليه؟ عشان تعون على انتخابات نادي الزمالك. ما هو نادي الزمالك ده ما ينفعش يستقر يا اخوان، ما ينفعش. حتى لو المجلس اللي جه لسه ما عملش اي حاجه، بس ما ينفعش يبقى فيه استقرار. مرتضى منصور راح يتولى عن الناس اللي هم رافعين قواضي ببطلان الانتخابات، وبيظهر مرتضى منصور عشان يقول للجميع انا جاي اعمل عدم استقرار من جديد. مش انتوا مشيتوني ومش عايزيني؟ انا مستر اكس ما بنتهيش، انا عدم الاستقرار في نادي الزمالك، انا سبب الازمه الحقيقيه وهفضل زي الشوكه في زور كل الزملكاويه. مفيش استقرار حتى وانا بعيد، والانتخابات دي هتبقى بطلة وهنرجع من اول وجديد. وعليه العوض ومن العوض. ولحد هنا بينتهي الفيديو بتاعنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك مستني ايه عشان تدعم اخوك باللايك الجميل ابو الصحاب؟ ويلا اللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا.